قال لي قائل: رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم. ما لي أراك تهوى آل طه وترتجيهم. رأيتك تهوى آل طه. قال لي قائل: سلامي إلى قمر المدينة طه ودائما ترتجيهم. كان حقا عليك تنفق العمر مدحا فيهم وفي من يليهم. أنا لا أستطيع مدح قوم. كان جبريل خادما لأبيه. قلت ماذا أقول والكون طرا يستمد العطاء من أيديهم. كان جبريل خادما لأبيه. كان جبريل خادما لأبيهم. كان جبريل خادما لأبيهم. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، الفيديو اللي هتشوفه كمان شوية لا يتعدى 17 ثانية، ده لو شيخ صوفي هيقولهم في خطبة، لكن لو شيخ صوفي هيقولهم في مولد ممكن ياخدوا منه نص ساعة على شوية موسيقى. ال 17 ثانية اللي هتشوفهم فيهم حوالي 5-6 أخطاء هنرد عليهم بوضوح، عشان تقريبا أغلب الصوفية ده ما كانوش كلهم يعتقدوا بكل الأخطاء دي، وهي بالنسبة لهم دين، فاحنا هنوضحها بشويش وبالراحة، ولو عندك اعتراض اكتبه في التعليقات. الفيديو عبارة عن شعر قديم كتبه شاعر اسمه عبد الله الشبراوي، كان احد مشايخ الازهر من حوالي 270 سنة. الشعر بتاعه طويل لكن هم اختصروا قطعة مميزة اخدوها بيرددوها كتير. شيخ على منبر ماشي، قال لي قائل: رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم. صيد في مولد شغال، الله ودائما ترتجيهم. حضرة وفيها طبل وزمر ماشي، كله بيستخدمها. قلت ماذا أقول والخلق طرا تستمد العطاء من أيديهم. وفي الفيديو ده هنركز على 4 أخطاء موجودة في الفيديو ده، وهو أول خطأ هو نسب اسم للنبي صلى الله عليه وسلم ملوش أي دليل. تهوى آل طه آل طه. الله واحنا هنجيب لك الدليل على كلامنا، وهنستشهد بكلام بعض مشايخ الصوفية. والله انت متخيل. تاني خطأ هو طلب الرجاء من آل البيت. ودائما ترتجيهم. وتالت جزء هو ان الكون ده كله يستمد العطاء من أيديهم. بيستمد العطاء من ايدي آل البيت. واخر جزء هو تقليل شأن سيدنا جبريل عليه السلام. نسمع كده اول جملة منهم: رأيتك تهوى آل طه. طيب زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، بعض مشايخ الصوفية تؤمن بالكلام ده، وتقريبا كل عوام الصوفية أجمعوا على إن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه طه. سلامي إلى قمر المدينة طه. طيب هم جابوا الاسم ده منين؟ وقبل ما تحكم على كلامي استنى عشان هجيب لك مشايخ الصوفية تؤيد كلامي، فلو حابب تشتم يبقى اشتمهم معايا لو سمحت، عشان هخلي مشايخ الصوفية ترد عليك وتقول لك إن طه وياسين من الحروف المقطعة وليست اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. طه هي من الحروف المقطعة وكذلك ياسين. أنا عاوز ألفت النظر لأسماء الحقيقة سمي بها النبي بس ليست هي من أسمائه. زي طه. الحقيقة طه وياسين ليس من أسماء النبي على التحقيق صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض قال إنها من أسماء. البعض قال هذا ولكن لا دليل ولا سند لديه للأسف. يعني عارف حضرتك، قعدت أدور على الأدلة التي من أجلها قالوا هذا، فقالوا هذه أسماء سريانية وقص. وإنما هم ذهبوا في ياسين وفي طه باعتبار أنه يرجحون أنها من أسماء الرسول، ولذلك هم يعني العلماء وقالوا ورجحوا أنها لا كبقية الأحرف المقطعة مثل ألف لام ميم وغيرها. لا ومش بس كده، هجيب لك تفسير العلماء اللي انت ما تقدرش تطعن فيهم او اللي انت بتثق فيهم لتفسير سورة ياسين. هنشوف قالوا ده اسم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اسم لله تعالى. وعندك تفسير ابن كثير ياسين. وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة عن ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان. وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة. وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله تعالى. مش عايزك تتفاجئ، استنى شوية، عايزك تتخيل معايا واحد صوفي بيقول إن هو بيصلي على طه كل يوم 6000 مرة. فتخيل كده وانت مسافر سألت على الطريق اللي انت رايح، فالناس كلها قالت لك الطريق اللي فوق الكوبري آمن 100% وهيوصلك أسرع. فطبعا حضرتك نظرك 6/6، فقلت لهم أنا شايف طريق تحت الكوبري، فقالوا لك مش عارفين الطريق ده يوصل للعنوان اللي انت
رايحه ولا لا، او امن او غير امن، مش عارفين. طبعا من الغباء انك انت تختار الطريق اللي تحت الكوبري اللي كل الناس قالت لك احنا ما نعرفش هيوصلك العنوان اللي انت رايحه ولا لا، لكن من العقل والطبيعي انك انت هتختار الطريق اللي الناس كلها عارفاه وقالوا لك امن وهيوصلك للمكان اللي انت رايحه. هو ده بالظبط زي اللي بيصلي على طه كل يوم 6000 مره وهو عارف ان مفيش دليل على اسم طه، عارف ان النبي نفسه ما اخبرناش ان هو اسمه طه او ياسين، بل ومفيش حد من الصحابه اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسمائه طه او ياسين. طب انت متخيل ان مفيش حد من اصحاب الكتب السته قال ان طه وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو ده اللي هسمعه لك من عده مشايخ انت نفسك بتحبهم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، فظن الناس ان طه اسم من اسماء النبي. لا، قل طه اسم محمد عليه الصلاه والسلام. لا 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 طه ولا مصطفى، هو حدد اسماء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ياسين حرفين مقطعين مثل طه. طبعا ايضا قالوا انه طه هي احد اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام، لكنه لم يرد عن سيدنا ان هذه من اسماء، بل هي من الاسماء التي اطلقها المسلمون من عند انفسهم لتلك العله على سيدنا صلى الله عليه وسلم وشاعت وذاعت. وطبعا مش هتقدر تطعن فيهم زي ما كنت هتعمل في المشايخ اللي كنت هجيبهم لك، لكن مشايخ اهل السنه والجماعه انت طبعا ما بتقبلش منهم الحق حتى لو كان معاه دليل. فانا حبيت استشهد لك النهارده بكلام مشايخك عشان لو مش مقتنع يسقطوا من نظرك بس. ويا ريت تقول عليهم وهابيه وما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيحبوا آل البيت. ليه؟ لانهم بيقولوا ان الرسول ما اسموش طه. في البدايه عايز اعرفك اسم طه وياسين جه ازاي، وليه الصوفيه سموا النبي صلى الله عليه وسلم اسم طه. طبعا توهم بعض عوام الصوفيه وبعض مشايخ الصوفيه بتسميه طه وياسين للنبي صلى الله عليه وسلم لانها جت بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وان ربنا ذكر كلمه طه وبعد منها قال ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي سورة تانية قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فقالوا بس كده يبقى ربنا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من أول السورة، قال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طب خليني مع احترام لحضرتك ناخد بنفس الاستدلال ده لأي كلمة جت قبل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، وتعالوا نسمي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما جه في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ألمص أو ألف لام ميم صاد؟ لا طبعا، هتقول لي دي من الحروف المقطعة. أو ينفع تسمي النبي صلى الله عليه وسلم ألر أو ألف لام راء زي ما ورد في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. يعني تخيل لو واحد طلع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حمعسق، هتقول له جبت الكلام ده منين؟ هيقول لك من القرآن. قول له هات الآية. قال تعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حمعسق؟ الخلاصة ان طه وياسين ليست من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لان اسماء النبي صلى الله عليه وسلم المشتقة تدل على معاني وما فيهاش اسم جامد، وهو ده اللي اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. ابن القيم رحمه الله تعالى قال ايه في تحفة المودود؟ وما يمنع منه التسمية بسور القرآن الكريم، وسورة مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهة تسمية ياسين. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحو ذلك. نخش على المسألة اللي بعد كده. ودائما ترتجيهم ما لي أراك تهوى آل طه وترتجيه. الرجاء هنا أقرب وصف ليه هو طلب المدد، لكن بحاجة تانية. شفت لما تكون بتدعي ربنا لكن أنت مش مزنوق في الدعاء ده، يعني أنت في وظيفة وبتدعي ربنا يرزقك واحدة أحسن منها، معاك فلوس ونفسك ربنا يزود المال ده شوية، عكس ما يكون الإنسان مريض واشتد عليه المرض وهيسجد ويدعو الله. هنا بيكون الرجاء أقوى وطلبك من ربنا بيكون أشد، وبترجو من الله أن يقضي لك حاجتك.
فالرجاء يا محترم يتقسم لجزئين، الجزء الاول رجاء طبيعي، والجزء الثاني رجاء العباده. الرجاء الطبيعي هو انك انت تقول للشخص ارجوك ان تفعل كذا او كذا، فحاجه هو يستطيع ان هو يعملها. ارجوك اكتب لي تعليقات كتير، ارجوك اشترك في قناتي، ارجوك اعمل لي لايك، ارجوك كمل الفيديو للاخر. كل الحاجات دي انت تقدر تعملها. لكن ينفع مثلا اطلع في فيديو واطلع اطلب من السيد البدوي انه يشترك في قناتي؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ لانه ميت، لا هو بيسمعني ولا يستطيع انه يعمل الحاجات دي. النوع الثاني من الرجاء هو رجاء العبادة، وهو الرجاء اللي ما يقدرش حد غير ربنا ان هو يعمله لك، وهو رجاء ما لا يقدر عليه الا الله. انك تقول له يا رب اشفيني. هل يقدر السيد البدوي بتاعك يشفيك؟ هل آل البيت لو اجتمعوا هل يقدروا ان هم يشفوك من مرض؟ او يقدر حد يرزقك حتى؟ وهو ده رجاء العبادة، انك بتطلب من ربنا الشيء الذي لا يستطيع فعله الا الله، لان ربنا بيده كل شيء. عارف ان في ناس هتيجي وتقول طب انت ليه لما بتكون مريض بتروح للدكتور؟ كنا عملنا فيديو قبل كده اسمه صيغة التاج، لما كانوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء، وقلت لهم ان الدكتور يقدر يكشف عليا ويشخص الحالة ويكتب لي العلاج اللي ربنا جعله سبب في الشفاء، لكن الشفاء من عند الله. لكن هل معقول انك لو انت مريض ينفع تروح للميكانيكي؟ هو ده طلب المدد او الرجاء في غير محله. المسألة اللي بعد كده، والكون طرا يستمد العطاء من أيديهم. بيقول لك الكون كله يستمد العطاء من أيديهم. أإله مع الله؟ آل البيت في حياتهم كانوا أكتر الناس سخاء ورخاء وعطاء للناس، لكن يعطوك الحاجات اللي يقدروا عليها وهم أحياء، فما بالك وهم أموات؟ كيف تطلب مما لا يسمع صوتك أن يعطيك؟ وآخر مسألة انتوا اللي هتعلقوا عليها، أنا لا أستطيع مدح قوم كان جبريل خادما لأبيهم. هل يليق بملك من الملائكة أن يكون خادما لأحد الأنبياء والرسل؟ لو خدنا بنفس الفلسفة بتاعت الصوفية إن سيدنا جبريل كان بينزل بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدي بالنسبة لهم خدمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلينا بهذا الوحي، فهل النبي صلى الله عليه وسلم خادما عند المسلمين؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. الناس اللي وصلت للنهاية تكتب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. أنا بحبكم في الله، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبتر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا، رجاء للمثوبة في مآل.